بومبة أفلام، ملخصات أفلامنا مش أي كلام. بعدها بنروح على طول للدكتور إيجمان وهو على كوكب اسمه كوكب الفطر، وده المكان اللي نافي فيه سونيك باستخدام الخاتم السحري، وفضل في الكوكب ده لمدة 143 يوم لحد ما قدر يخلص الجهاز اللي هينقذه. ولما بدأ في تشغيله طلع الجهاز شعاع غريب جدا، وبعدها اتفتحت بوابة سحرية وطلع منها مخلوقات غريبة جدا. جهز الدكتور إيجمان مجموعة أفخاخ علشان يقضي عليهم. راح علشان يدخل في البوابة ويرجع لكوكب الأرض، لكنه اتفاجئ بشخص تاني بيدخل من البوابة، وكان شبه سونيك لكن لونه أحمر واسمه ناكلز. شاف شعرة سونيك اللي كانت مع إيجمان وسأله جابها منين. عرض عليه إيجمان إنه يساعده وهو يوصله لسونيك. بعدها بنروح لمدينة سياتل. كان في مطاردة بين الشرطة ومجموعة من اللصوص. شاف سونيك المطاردة وقرر إنه ينزل علشان يساعد الشرطة ويوقف اللصوص. قدر سونيك إنه يوقف العربية عن طريق تفكيكها. رجع مرة تانية للبيت وهو بيتسحب علشان محدش يحس بيه. لقى في الدرج ريشة للبومة اللي كانت بتربيه. قال لنفسه إنه هيخليها فخورة بيه بسبب مساعدة الناس. راح علشان ينام، لكن مادي وصلت علشان تصحيه. قالت له إنه عنده ميعاد النهاردة مع توم. راح سونيك مع توم وقعدوا يصطادوا في البحيرة، لكن وهو قاعد بيصطاد نام ووقع في البحيرة. طلعه توم من المية وقال له إنه ما كانش في الأوضة امبارح، لأنه دخل الأوضة وما لقاهوش، وإنه خرج علشان يساعد الشرطة وما نامش بالليل. ولقى إن في ورق الجرايد مكتوب إنه عمل فوضى في مدينة سياتل. اتضايق منه لأنه دمر حي كامل علشان يساعد الشرطة. ابتدى توم ينصحه كام نصيحة وإنه المفروض يساعد الشرطة لكن بحذر، ووعد سونيك إنه مش هيعمل كده مرة تانية. ولما رجعوا البيت فتح لهم سونيك بوابة سحرية لمدينة هاواي علشان المفروض كانوا يحضروا حفلة جواز واحدة صاحبتهم. وخد سونيك معاه الخاتم السحري علشان يقدر يرجع تاني للمكان اللي كانوا فيه. ونفس الوقت اللي كان سونيك بيفتح فيه البوابة كان ناكلز عنده نفس القدرات بتاعت سونيك، وإنه كمان بيقدر يطير. قطعت الكهرباء في بيت سونيك ولقى شخص بيخبط على الباب، ولما فتح الباب اتفاجئ بأن الدكتور إيجمان واقف قدامه. ولما حاول سونيك إنه يضربه لقى إن ناكلز هو اللي واقف قدامه وضربه. وراح سونيك وقف قدامه وقال له أنت جاي هنا علشان تعمل إيه؟ قال له أنا جاي علشان أرجع حاجة مهمة جدا، وهي القوة المطلقة. جه مايلز وعربية الشرطة وخبط ناكلز وقال لسونيك إنه يركب معاه علشان صديقه، وتعرف الاتنين على بعض. وقال له إن ناكلز آخر فرد في قبيلة اسمها أتكنز، وإنه أخطر محارب موجود في المجرة، وإنه بيبحث عن الزمرد العظيم لأنه بيديه القوة المطلقة. وصل عندهم ناكلز ونط على العربية، لكن العربية وقعت من على الجسر. أخد مايلز سونيك وطار في الهواء وقدروا يفلتوا منه. وصل الدكتور إيجمان للمكان وبعت رسالة للمساعد بتاعه وقال له يبعت له كل الآلات علشان يدمر سونيك. وعرض كمان الدكتور إيجمان على ناكلز، قال له لازم تساعدني علشان أقدر أجيب لك القوة المطلقة اللي أنت بتدور عليها. بعد كده بنشوف إن سونيك فتح الخريطة اللي اديتها له البومة لونج ولقى عليها رمز الزمرد الأعظم اللي اتكلم عليه ناكلز. بدأ الرمز ينور وطلع منه ضوء غريب على هيئة البومة. الرسالة إنهم يحددوا مكان سونيك، وعرفوا إنه موجود في شرق سيبيريا. وفي المطعم اتخرب جهاز مايلز وبدأ يشتم صاحب المطعم، لكن أهل القرية اتجمعوا عليهم ومسكوهم علشان يرموهم بالنار. وقبل ما يرموهم قال مايلز كلمة غريبة، وكانت الكلمة دي عبارة عن قتال هيعملوه علشان يصفوا حساباتهم، ولو فازوا هيسيبوهم يمشوا، ولو خسروا هيرموهم بالنار. وكان القتال عبارة عن منافسة في الراس. قدر مايلز وسونيك إن هم يكسبوا ويرجعوا الخريطة مرة تانية. ناموا الليلة دي في المطعم، وتاني يوم كملوا طريقهم. مشوا ورا أجهزة مايلز وعرفوا إنهم قربوا من المكان. وصلوا كهف غريب، والكهف ده فيه باب على شكل بومة. قال له سونيك إن هم في الطريق الصح. شرح له مايلز تاريخ الزمرد الأعظم وإزاي اتكونت. قال له مايلز إن هم في الأول كانوا عبارة عن 7 أحجار مع محاربين أتكنز، ونتج عنهم الزمرد الأعظم. وعلشان ما تقعش القوة دي في إيد الشخص الغلط اتفق المحاربين إن هم يخبوا الزمرد الأعظم في مكان بعيد عن الناس. كملوا طريقهم ولقى سونيك على الحيطة نفس العلامات اللي موجودة في الخريطة. قام بتحريك الأحجار وخرج شعاع غريب من التمثال علشان يدل سونيك.
وطلعت منه البوصلة اللي كانوا بيدوروا عليها، وفجأة ظهرت طياراتهم من كل مكان، ووصل ناكلز هو كمان، وقدر سونيك ياخد صاروخ من طيارات إيجمان ورماها على ناكلز. استغلوا الفرصة في الهروب وطلعوا من الكهف، واتفرق الاتنين، وجري سونيك على الأرض وطار مايلز في السماء. قدر سونيك يدمر أغلب الطيارات اللي كانت بتطارده، وظهر ناكلز وهو بيحاول يضرب سونيك أو يمسكه يضربه، وبدأ سونيك وناكلز بالقتال. وهم على حافة الجبل وقع من سونيك كل الخواتم السحرية، وبدأ سونيك يتكلم مع ناكلز، وناكلز قعد يلوم كل واحد والتاني بأنه السبب في تدمير حياته. كان والد ناكلز وقبيلته هم السبب في أن البومة اللي ربت سونيك تموت، لكنهم ما رجعوش للقبيلة بعدها، وعشان كده أظن أن سونيك السبب في موت والده. ظهر مايلز بعد كده ورماله جهاز وكتفه، وأمره بسرعة أنه يهرب علشان يسيب المكان ده، لكن إيجمان فاجئهم وخطف البوصلة وضربه بالصاروخ. وساعتها ناكلز اتعجب من التصرف ده، لأنه ساب كل حاجة وراح علشان يساعد مايلز. حصل انهيار جليدي، وعلشان يهربوا اتصل سونيك بتوم وقال له انه يستخدم الخاتم اللي اداهوله علشان يفتح لهم بوابة، لكن بنعرف ان الخاتم متبدل مع خاتم تاني، وبيضرب توم العريس لانه مرضاش يديله الخاتم. اخده منه وفتح البوابة لسونيك علشان ينقذه. ولما وصل سونيك للمكان بنعرف ان العريس تابع للمخابرات، وكان الجوازة دي مش حقيقية، دي كانت خطة من المخابرات علشان يقبضوا على سونيك. راحت مادي وراشد علشان يهربوا توم وسونيك، وقدروا يهزموا الحراس بأجهزة مايلز الغريبة. وصلت عندهم مادي وقدرت تنقذهم، وفي نفس الوقت وصل دكتور إيجمان وناكلز لمكان الزمرد العظيم بسبب البوصلة اللي أخدوها من سونيك. شاف سونيك الشعاع في السماء وعرف انهم وصلوا لمكان الزمرد. قال لهم هنا انه هيوقفهم لوحده علشان محدش يتأذي من اصدقائه. شحن سونيك قوته وجري بسرعة من فوق المية علشان يوصل لمكان الزمرد. بعدها بنروح للمخبأ اللي موجود فيه الزمرد. بدأ ناكلز وإيجمان يعدوا بعض من الأفخاخ، وده اللي صعب عليهم المهمة، لكنهم في الأخير قدروا ان هم يوصلوا. دكتور إيجمان كان عايز يخون ناكلز لأنه مبقاش محتاجه، خلاص هو خد منه اللي هو عايزه، لكن قطعوا سونيك. لما وصل للمكان بدأ سونيك وناكلز في القتال ضد بعض علشان الزمرد. قدر سونيك انه يوقفه قبل ما ياخد الزمرد، لكنه اقوى وضرب سونيك ومسك صخرة وكان عاوز يقتله، لكن سونيك قال له ان إيجمان كان عايز يستغله علشان ياخد الزمرد. قال له إيجمان انه فعلا كان بيخدعه واستغله عشان الزمرد. اخد الزمرد وبدأ المعبد ينهار. غرقت المية المكان ووقعت صخرة كبيرة على ناكلز وكان هيغرق في المية، لكن سونيك رجع له وانقذه. وعلشان سونيك ما بيعرفش يعوم مسكوا ناكلز وطلعوا من المية. اتكلموا الاتنين وسامحوا بعض واتحدوا ضد إيجمان علشان يرجعوا الزمرد. وبنرجع لمدينة سياتل لما الشرطي شاف مساعد إيجمان وعرف ان في حاجة غلط في المحل، ودخل علشان يقبض عليه، لكنه اتفاجئ بإيجمان في المحل بعد ما اكتسب القوة المطلقة. حرر إيجمان المساعد بتاعه وربط الشرطي مكانه، وحصرت الشرطة والجيش المحل وفكروا ان هم هيقدروا يقبضوا على إيجمان، لكنهم اتفاجئوا بالقوة الكبيرة اللي اكتسبها من الزمرد وما يقدروش يوقفوه. وصل مايلز المكان بالطيارة بتاعته ومعاه سونيك وناكلز كمان، وبما ان قوة الزمرد هي تحويل الافكار لحقيقة، قدر دكتور إيجمان انه يجسد الرجل الآلي معاه لشخص قوي حقيقي، وقدر يسيب سونيك بصاروخ، لكنه اتفاجئ ان سونيك رجع مرة تانية وخد القوة بتاعته ضرب بيها الرجل الآلي، لكن للأسف كل الهجمات ما بتأثرش فيه بسبب قوته الكبيرة. قال لهم سونيك انه هيحاول يشتته وهم يحاولوا يوصلوا لإيجمان علشان يدمروه، وقدر سونيك ان هو يستفزه وراح وراه علشان يشتته، والباقي طلعوا على ظهر الرجل الآلي من غير ما يعرف إيجمان. وبأن قوة الزمرد الكبيرة قدر إيجمان من خلالها انه يضرب سونيك بالصواريخ ويوقعه على الأرض. استغل مايلز الفرصة وعمل فتحة في الرجل الآلي ودخل وحاول انه يعطله، ونجحوا فعلا ان هم يوقعوا الزمرد قدام سونيك. حاول يوصل سونيك للزمرد قبل إيجمان لكنه كان مصاب، ووصل إيجمان للزمرد قبل سونيك. وجه توم ومادي في آخر لحظة وأنقذوا سونيك، لكن إيجمان ضرب الأرض بقوة وقلب بيهم العربية. حاول سونيك إنه يستخدم قوة الزمرد علشان يوقف إيجمان، لكنه لقى إن الزمرد انقسم لأحجار صغيرة ورجع لأصله، وهي أحجار القوة السبعة اللي كونت الزمرد من البداية.
اعتقدوا ان ايجمان ممكن يقضي عليهم، بس فجأة الاحجار اتجمعت ودخلت جوه سونيك. ظهر سونيك ساعتها بشكل كبير، وحاول ايجمان انه يقضي عليه، بس للاسف ما كانش يعرف ان سونيك هيقضي عليه هو والرجل الآلي. وقع سونيك الرجل الآلي على الارض، وبعد كده رجع سونيك لشكله الطبيعي وخرج منه الاحجار واداها لناكلز علشان يحولها ويرجعها لشكل الزمرد الاصلي. وقرروا هما التلاتة من الوقت ده انه يشكلوا فرقة المحاربين مع بعض علشان يدافعوا عن الزمرد. والزمرد العظيم من ساعتها هو في حمايتهم هما التلاتة من اي خطر. ادام وصلنا لهنا احب اقولك ان الفيلم خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.